النادي الاهلي يا كابتن طبعا فرحه مصر في كره القدم الحقيقه من خلال تواجده دائما في دوري ابطال وحصوله على البطوله دي اكتر فريق في قاره افريقيا، وبالتالي كان هيبقى صعب البطوله تكمل من غير وجود النادي الاهلي في المراحل القادمه. مبروك يا كابتن، اخد رايك في المباراه من وجهه نظرك. طيب الاول طبعا مبروك لجماهير مصر وخاصه جماهير النادي الاهلي. مبروك عوده الجماهير بعد المنظر الحضاري اللي احنا شفناه النهارده في الاستاد. ايه المانع بقى؟ 50,000 متفرج وخرجوا زي الفل ودخلوا زي الفل وحاجه، وهم السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي النهارده. خلي بالك النادي الاهلي من اسوأ ماتشات عملها، ولولا الجماهير هي اللي كل شويه تشجع وتصحصح اللعيبه ما كنتش وصلت للثلاث اهداف. فانا بقول الاهم كمان من المباراه طبعا بنقول هارد لك طبعا للفريق الشقيق الهلال السوداني، عملتوا اللي عليكم بس ما تلوموش الا نفسيكم. انتوا السبب في اللي حصل لكم النهارده، لان انت جاي تقف قدام القطر، انت كانت الفرصه عندك في ملعبك انت فرطت فيها، فانت دلوقتي جاي وعندك فرصتين والنادي الاهلي عنده فرصه واحده. فانت مش هتقدر تقف قدام النادي الاهلي بجماهيره استاد القاهره يا كابتن، استاد القاهره المرعب بالجماهير دي اللي موجوده فيه. وغير كده الحافز بقى، انت رجعت لي الامل. انا ضربه الجزاء ضاعت، انت خلاص اديتني حق تاني. بص هو النادي الاهلي كده بنسبه 95% ياخد البطوله لو ما قابلت صن داونز. يبقى سهل اي فرقه هيقابلها هيكسبها بعد اللي حصل. ولو صن داونز يا كابتن لا صدقني، بص صدقني مش هنضحك على بعض. الاستعداد للماتش التاني ما كانش يعني، انا بقول لك اهو انت شخصيا بعضمه لسانك قلت اهدى بس الراجل كان راح يكسب لو كان تعامل بشكل انا بقول لك لا طبعا، ما انت برضه هتخسر بس مش 5. انت كنت هتخسر. لا انا بقول لك لا، كان في اخطاء يا كابتن. لا يا كابتن رضا، في اخطاء دفاعيه موجوده في النادي الاهلي. اسمعني بس، ما كان هيكسب هنا لولا برضه ان هو الراجل يعني ما تعاملش مع قلت لك من غير صن داونز الاهلي كام في المية؟ 95%. صح؟ تمام. صن داونز هيبقى انت بالظبط 15% وهم 85%. ليه؟ لان كعبه عالي عليك خلاص، مش هتقدر تغيرها. دي وجهه نظرك. ليه؟ انا بقول لك دلوقتي مع كل الاحترام بقى لكل الفرق اللي موجوده في دوري الابطال، اي فرقه النادي الاهلي هيلاعبها حلوه وحشه قويه مش قويه الاهلي هيعديها. تمام. الا صن داونز. دي وجهه نظري. واخد بال حضرتك؟ تمام. دي حاجه، تاني حاجه خلينا بس